السلام عليكم، صباح الفل وصباح العسل على عيونكم يا أجمل متابعين في الدنيا كلها. عايزة أشكركم كلكم واحدة واحدة على كل كومنتاتكم الحلوة، وأشكركم على كل اللايكات الحلوة. تسلم يا رب إيديكم وعينيكم، بجد بجد والله بتفرحوني وبتسعدوني، ربنا يسعد قلبكم. علشان حبكم للروتينات اللي أنا بعملها كل يوم هعمل لكم روتين، تمام؟ هصور لكم بقى يوم عادي خالص اهو في حياتي، بس طبعا في شويه يعني حاجات وتفاصيل صغيره انا ما صورتهاش، بس انا بصور لكم المهم اللي هيفيدكم. تمام. انا هنا ايه؟ اول حاجه صحيت لبست خلاص بقى، انتوا عارفين ان انا ايه بنزل مع ساندي والمدرسه وكده. الناس اللي كانت بتسال انت بتشتغلي ايه، انا مدرسه يا جماعه. مدرسه ايه؟ مدرسه انجليزي. تمام. فبنزل الصبح مع بنتي. المهم ان انا في اليوم ده كنت عملت لهم بقى، فكرت ان انا اعمل لهم ايه سندوتشات، ايه بقى لهم كام يوم عمالين يتدلعوا، مش عايزين جبنه، مش عايزين بيض، مش عايزين حاجات من دي. فانا كان عندي همبرجر في الفريزر بقاله بصراحه كام اسبوع كده. فانا قلت ايه خلاص هطلعه واجيب عيش كايزر اللي هو العيش المدور ده، واعمل لهم بيه ايه همبرجر كده الصبح. انا عارفه ان هما بيحبوه. انا بقول لكم بقاله كام اسبوع ليه، لان انا مثلا بجيبه ممكن ناكل منه مرتين او ثلاثه، ومش على طول، يعني كل اسبوعين مره. فاهميني؟ عشان بس انا عارفه ان اللحوم المصنعه برضو مش كويسه، بس برضو انا مش عايزه احرم ولادي من حاجه لو شافوا مع زمايلهم، لو شافوا عند حد او كده. تمام. بس ايه، وفي نفس الوقت ما ضرهمش برضو. خلصت السندوتشات وعملتها الحمد لله. هنا بقى ببدل الشنط. الشنطة الصغيرة السودة دي، قصدي الشنطة الكبيرة جدا السودة دي، هي دي اللي انا هلبسها النهاردة. بحب الشنطة دي قوي، بالرغم ان هي يعني صغيرة ما بتشيلش حاجات كتير، بس بتلملي الدنيا، وصغنونة وعسولة بموت فيها يعني. عندي شنط كتير وقليل بس وحياة ربنا دي اكتر شنطة بحبها، سبحان الله. هنا بقى كنت لسه تقريبا بعمل الهمبرجر، كنت لبست الحمد لله. ده اكتر برضو وقت ايه بياخد معايا وقت اللبس يعني وكده بتاعي ولبس الولاد. تمام. فانا ايه اللي حطيت الهمبرجر مثلا على النار، او طلعته يفك وبعدين دخلت لبست. فك شويه وقمت حطاه على النار، وانا بحطه كده على النار اشتغلته ايه، ورحت حطيت الشنطه بتاعتي دي من دي فضيت الشنطه دي يعني نقلت الحاجه. وهنا ايه كنت خلاص عملت السندوتشات بتاعت ريم وسندوتشات ساندي، بقى عندي رغيفين قسمناهم انا خدت واحد وسبت له هو واحد. بصوا هنا بقى ايه، بقول لكم ان انا طلعت اكل من الفريزر اللي هو ايه، طاجن مكرونه اللي هو البايركس بتاع المكرونه البشاميل، وطلعت كمان جنبه نص كيلو من البانيه. ان شاء الله لما ارجع بالسلامه كده يكونوا فكوا. اسوي المكرونه في الفرن واتبل البانيه واحمره بس. انا بقى ايه اللي هو ايه مظبطه بقى نفسي، وعارفه ان النهارده انا عندي شغل مثلا كتير، او انا هتاخر مثلا في الشغل شويه. فاللي هو ايه هرجع الاقي ايه الاكل ما يعملش معايا مجهود، يعني ما اخدش مجهود وانا بعمل الاكل. يبقى الدنيا برضو ايه رايقه، وابقى هاديه كده ونفسيتي واعصابي هاديه. عشان كده قلت لكم في اول الاسبوع اللي فات انا حضرت كام صنف وشلتهم في الفريزر للاوقات الصعبه او الزنقه اللي هي الحق بيها نفسي. بسرح لساندي شعرها، طبعا كل مره هتلاقوني بسرح لساندي بحاجه تاني، بحاجه شكل يعني ايه. الناس اللي سالتني بتحط لها ايه على شعرها، ده زيت ده برقمله، واستخدمت قبل كده فاتيكا، واستخدمت قبلها بالمرز، واستخدمت بديل زيت بتاع بنتين. اي حاجه بستخدمها لشعرهم. هنا بقول لكم ان انا طبعا ساندي كانت اخرتني. كنت ماشيه اجري في الشارع، وطبعا هي ماشيه على قشر بيض. قشر بيض يعني ماشيه بالراحه كده وعلى مهلها، ومشيلاني كمان اللانش باج بتاعتها، الشنطه بتاعت اللانش بوكس. وخلاص بسرعه بسرعه الحمد لله روحت البيت ونمت شويه، وصحيت بقى بص فايقه ورايقه وعماله اضحك واتنطط زي القرده ازاي علشان ايه؟ عشان نمت شويه وفصلت بقى. اليوم بيبقى صعب 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 قوي، خصوصا في الشغلانه بتاعتنا دي بقى، انت بتتعاملي مع اطفال بقى ودوشه وطول النهار وخارجه من الفصل ده داخل الفصل ده وتصحيح بقى كشاكيل ويعني الموضوع صعب. ربنا يقوينا ان شاء الله. واهم حاجه ان الموضوع يبقى بفايده وبنتيجه. ولاد الناس احنا بنعتبرهم زي ولادنا. خلصت الحمد لله تمام. رحت جايبه بقى الكاميرا بتاعتي والرينج لايت بتاعتي الجميله، وقمت ايه دخلت بقى على المطبخ اشوف المعركه بتاعه النهارده. معركه النهارده اول حاجه عملت الفرن شغلته، ورحت حاطه فيه صينيه المكرونه عشان تعيش مع نفسها، وحطيت عليها شويه جبنه رومي مبشوره. هنا الكاميرا زعلت الكاميرا زعلت، قامت لاويه بوزه لاويه راسها وانا منزلاها لتحت. وادي البانيه كمان فك الحمد لله. همسك البانيه برضو اتبله معاكم. انا ساعات بتبل البانيه بميه البصل الفريش، يعني ببشر البصلايه واخد منها ميتها واتبل بيها واحط بقى البهارات بتاعتي. وساعات بصراحه ما يكونش ليا مزاج ابشر بصل بقى واقعد ادمع وكده، فاقوم واخده ايه توم بودره وبصل بودره واروح حطاهم على بعض، بيدوا الاتنين نفس النتيجه برضو والطعم عادي. وحطيت ملح بقى
وشوية فلفل اسود وشوية زعتر. المهم يعني تبلي بقى البانيه بالطريقة اللي تريحك وبالطريقة اللي انتي عارفاها يعني متعودة عليها. تبلته وكسرت عليه بضايه كده، وهسيبه بقى كده على جنب ايه مع نفسه شويه لحد ما اشوف انا عندي ايه تاني. في المطبخ انا الصبح ببقى سايبه المطبخ نضيف زي ما انتم شايفين كده. اللي هو ايه كان في طاسه بس اللي انا لا كان في طبقين. كان في طبقين وطاسه اللي انا كنت ايه محمره فيها الهمبرجر اهي. تمام. طبعا بقى جينا من المدرسه، اللانش بوكسات بتاعت الولاد، الطبق اللي كنت حاطاه مثلا عشان حاطه فيه اكل يفك، فاهمين؟ فبلم لي كده كام حاجه بس الحمد لله مش كتير. فانا ايه برضو لميت بقى المواعين اللي هي نشفت اللي بتاعت قبلها بيوم. اهم حاجه الحمد لله رب العالمين ان انا اخر حاجه بعملها في المطبخ ان انا اخرج ومطبخي الحوض فاضي. ليه بقى؟ لان انت هتلاقي ده تراكم على ده وده تراكم على ده. ولو انت مثلا بتشتغلي اصلا يعني كميه الارهاق والتعب والمجهود اللي انت فيه مش هيديك اصلا حافز ان انت آه تقفي في مطبخ وتعملي بقى وكده والجو ده. فاهماني؟ فانت لما تعملي حاجتك اول باول اصلا انت كده كده واقفه وكده كده بتتعبي، فاهماني؟ فاللي هو ايه خلاص يعني تعب بتعب بقى وتريحي نفسك بعد كده. وسبت طبعا الطاسه دي قبل ما انزل الصبح عشان تبوش لان هي سيراميك. وطبعا الهمبرجر انتوا عارفين بيعمل اصلا علامات يعني في الطاسه او كده. فسبتها تبوش براحتها ورجعت الحمد لله. عمل ما رجعت كانت ايه باشت وبقت تمام وزي الفل. هغسل بقى الحوض غسله حلوه الاول علشان هو كان فيه الطاسه بتاعت الهمبرجر وفيه دهون. بصوا حتى باينه الدهون اهي. همسك بقى ده كله بالسلك كده والصابون وهغسله غسله حلوه كده علشان يبقى نضيف معايا بحيث ان انا لما احط الازايز بتاعتي دي تتملي. انا كل يوم بملى الازايز وبغسلها. احط الازايز بتاعتي دي تتملي يبقى ايه الدنيا نظيفه كده ما تبقاش فيها دهون او فيها اي حاجه يعني تضايقني يعني. تمام اهو. طبعا انا فصلت الكاميرا علشان ايه او غسلت المواعين وخلصتها ماشي عشان بس ايه يبقى الفيديو مش هايف اوي للدرجه دي يعني. هو هايف نص نص بس ما يكونش هايف اوي للدرجه دي يعني. تمام. بس والله العظيم الحمد لله ربنا رزقني بيكم وانتوا ناس جميله وبتحبوني من قلبكم وحبكم ده واصلني. وكمان يعني بتحبوا اي حاجه انا اعملها. ربنا يخليكم ليا يا رب. يا رب يا رب اشكركم اشكركم يا جماعه على حبكم الجميل ودعمكم ليا ووقفتكم جنبي. ربنا يخليكم ليا يا رب. هنا بقى كنت ايه خلاص بعد ما خلصت الحمد لله المواعين وظبطت الدنيا. البانيه بقى بعد ما سبته يتبل شويه جبت بقى الفيجيتار وحطيت عليه شويه دقيق شويه دقيق صغيرين قد معلقتين كده على كميه الفيجيتار اللي انت هتستخدميها. الفيجيتار او بقسماط بقى اي نوع انت تحبيه. ماشي. ورحت متبله كل الكميه اللي معايا. ليه بقى يا نسبة عملت النص كيلو كله؟ طبعا احنا 4 افراد مش هناكل نص كيلو كامل يعني حرام. النص كيلو بيعمل 9 قطع ما شاء الله قطع حلوه يعني ماسكه نفسها. لا احنا مثلا ممكن ناكل 4 او 5 قطع. والباقي انا قلت هتبله واشيله ان شاء الله باذن الله لو ربنا احيانا كده بكره اعملهم في السندوتشات بتاعه المدرسه. ولادي برضو بيموتوا في البانيه بيحبوه جدا. فخلاص اعمل لهم بقى الحاجات اللي هم بيحبوها وفي نفس الوقت برضو ايه جسمهم يستفيد منها. الاكلات الصحيه يا الهيلثي مش هنبعد بقى عن الحاجات اللي هي ايه اللي هي مش صحيه. وطلعت كمان شوية طماطم علشان اعمل سلطة. يبقى الاكل بقى هيبقى إيه النهاردة المكرونة بشاميل مع البانيه وسلطة ومخلل بقى او اي نوع مخلل موجود عندنا. كان عندي زيتون وليمون. هنا ايه كانت الدنيا ملعبكة شوية في الصالة لان كنا بنذاكر وبنكتب الواجبات بتاعتنا. فقلت ارتب كده الدنيا وارجع كل حاجة زي ما كانت. مش في الصالة كلها بصراحة في الجزء ده بس اللي هو بتاع السفرة. لان ده هو ده المكان اللي احنا بنقعد نذاكر فيه. مع ان احنا عندنا مكتب جوه والله العظيم بس هما بيحبوا يقعدوا على الترابيزه دي انتوا عارفين بقى. خلاص بقى كده تمام. طبعا مش كل الواجبات خلصت يعني احنا كتبنا شويه وبعدين نمنا شويه وصحينا بعد النوم كده. انا ما صحينا قصدي من النوم في بقى شويه حاجات بسيطه كده. الخناقات بقى ابتدت. يا ماما دي خدت قلمي، يا ماما مش لاقيه قلمي، يا ماما دي مش عارفه عملت ايه، يا ماما بصوا بقى. يعني انا الحمد لله بقول لكم عشان كده لازم انام ساعه. لازم افصل. انما يبقى زن في المدرسه وزن في البيت لا الواحد ممكن يفقد اعصابه في اي وقت ويلاقي نفسه ايه في حته تانية. هنا طبعا انا كنت بسيب لهم جل معقم كده في الشنط بتاعتهم. تقريبا ريم بنتي بتشربه. اللي هو يعني مش قصدي بتشربه ان هي بتشربه بجد لا انا قصدي بتخلصه بطريقه رهيبه. يعني لسه مديها لها الصبح تقريبا جابت لي نصها. معرفش بتعمل لو بتستحمى بيه مش هيبقى بالطريقه دي. بس يلا مش مهم اهم حاجه ان هي تعرف ازاي تعقم ايديها وكده يعني.
بصوا بقى هنا بعد ما طلعت المكرونه والفرن سخن كده، استغلت فرصه بقى كان عندي فول سوداني، قمت حاطه الفول السوداني في الصينيه وسبته في الفرن علشان ايه، يتحمص. قلت بقى دلعهم بقى دلوع. جبت بقى الطاسه بتاعتي اللي على السوله دي، اروح حطها على النار اهي، واحط فيها شويه زيت علشان اقلي البانيه بتاعي، كميه البانيه اللي انا عايزاها، مش بقلي كل الكميه. يعني انا بقلي على عدد القطع اللي هتتاكل في اليوم ده، والباقي بشيله في علبة وبحطه في التلاجة من تحت، طالما هعمله تاني يوم الصبح. لكن لو هعمله بعدها بيوم او يومين لازم يتشال في الفريزر. تمام كده، استنيت الزيت سخن وقمت نازلة عليه بالبانيه علشان احمره. تمام. وخلاص كده الحمد لله، يعتبر اصلا كده كنا وصلنا تقريبا للساعة 6 او 7 كمان. وخلصت الاكل بتاعي كله كان جاهز، والحمد لله مفيش تعب ولا مجهود. ليه؟ لان احنا مجهزين اصلا الكلام ده. لما عملت معاكم الحاجات دي قلت لكم، لما جهزت يعني الاكلات دي معاكم قلت لكم انا هتعب يوم لكن هرتاح، ممكن ارتاح اسبوع اسبوعين كده. كده بقى كنت بوريكم ان انا بحمر اهو البانيه. هخلص بقى كل الكميه بتاعه البانيه وارجع لكم. سبت بقى البانيه كده على النار، طبعا وطيت عليها وعلشان ما يتحرقش لان النار دي عاليه، وقمت داخله على ال- الغساله، كان عندي غسيل مغسول، هاخده بقى انشره على البلكونه. بس طبعا انتوا عارفين بقى القصه بتاعه الغسيل، يعني ننشر غسيل نلم غسيل نحط غسيل علشان يتغسل. فاهمين بقى القصه الجميله الرهيبه دي؟ تمام. زي ما قلت لكم قبل كده، انا اي حاجه جديده بجيبها لازم اغسلها، حتى لو كانت بيجامه متكيسه ومعقمه حتى دلوقتي، لا لازم اغسلها. ممكن اغسلها على ايدي لو انا شاكه ان هي ممكن تخرط او تنزل لون، ولو حاسه مثلا هي مشيتها تمام وكده يعني مفيش مشكله، بغسلها في الغساله عادي. بس انا برجح وبفضل ان انا اغسلها على ايدي. حطيت بقى المسحوق بتاعي اهو، حطيت ده معطر زي ما قلت لكم متعدد الاستخدام، وده ديتول برضو يعقم كده ويطهر الهدوم بقى من اي حاجه. خلاص بقى دي اخر حاجه انا وصلت ليها معاكم اهو. هنا بقى كنا خلاص اتغدينا، دي فاكهة بقى ايه، قلت اغسلها برضو. لا ما كنتش لسه اتغدينا يعني، انا قلت اغسل الفاكهة اسيبها تتنقع ونتغدى، واسيبها يعني في الوقت ده تتنقع يعني ناكل، وبعد الاكل ايه اشطفها بقى وايه واشيلها عادي. ده عنب، وبعشق العنب ده، بحبه قوي قوي يا جماعة. العنب اللي هو ابو بذر ده، عارفينه الرخم اللي محدش بيحبه ده، محدش بيحبه لان هو فيه بذر. لازم تقعدي بقى تفصصي، مش تفصصي، تشيلي البذر وتخلي بالك والكلام من ده. لكن انا بحبه جدا سبحان الله، بحب طعمه، بحس ان انا قاعده بتسلى كده وانا باكله، كاني باكل لب فستق كده يعني. انا بغسل اي حاجه بصراحه بالخل، شويه خل على شويه الميه وبسيبهم منقوعين كده مع نفسهم، ياخدوا ويدوا شكل ودي زي ما بيقولوا. تمام اهو. وان شاء الله باذن الله بعد الاكل بقى هقوم اديهم شطفه حلوه كده واصفيهم واحطهم في الطبق بتاعتهم. واللي حابب يحلي بقى وكده بقى، ما عندنا الفاكهة وعندنا كمان الايه السوداني اللي احنا حطيناه في الفرن. وكده بقى رضينا كل الاطراف اللي نفسه في حاجة ايه ياكلها. وهقول لكم بقى لحد هنا انا وصلت معاكم لنهايه الفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو يكون في حلو كده ومفيد، وتكوني اتشجعتي اتنشطتي. بص بوريكم العنبايه اللي انا بحبها. تكوني اتشجعتي واتنشطتي كده، والفيديو يكون عجبك، واكون كنت ضيفه خفيفه عليكي لو بتشوفيني لاول مره. وطبعا ينورني ويشرفني وجودك في قناتي او اشتراكك في قناتي. ولو وصلتوا معايا يا حبايبي في الفيديو لحد هنا، متنسونيش تدعموني بلايك، وتنسونيش من صالح الدعوات. واشوفكم على خير في فيديو جديد.